السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو نقدم لكم وصفة طبيعية وفعالة لعلاج التهاب اللوزتين. فبالنسبة لهذا المرض هو عبارة عن بكتيريا كتكون عندنا في الحلق وكتأثر على اللوزتين وكتسبب بالالتهاب. من بين أعراض هذا المرض هو صداع، الحمى، آلام في الحلق أثناء بلع الطعام وأعراض أخرى. أنا ذكرت فقط هذه الثلاثة المهمة واللي ممكن إحنا نكتشفهم بسهولة. بالنسبة لهذا المرض فأنا عندي معاه قصة طويلة، وأنا كنمرض بهذا المرض بسرعة، ممكن نمرض به يوميا، كل أسبوع، كل شهر. ولما كنروح للطبيب فهو يعطيني مضاد حيوي، لدرجة أنني استغنيت على الطبيب وكنتوجه فقط للصيدلية وأيضا يعطوني مضادات حيوية. فانا مليت من كثرة استعمال هذه الادويه الكيميائيه، قررت انني نشوف شي وصفه تكون طبيعيه. ومن بعد بحث طويل وتجارب طويله وجدت هذه الوصفه واللي هي فعاله، وهي اللي انا كنجربها حاليا كل مره نمرض بالتهاب اللوزتين. فبالنسبه لعمل هذه الوصفه احنا بحاجه لحبه ليمون او حبه حامض. على فكرة احنا في المغرب الليمون كنقصدو به هو البرتقال، ولكن في بلدان المشرق الليمون كيقصدوا به هو الحامض، يعني محتاجين عصير حامضة والعسل الحر، وهو العسل اللي طالع من بطون النحل وليس العسل المصنوع في البيت بالسكر والماء. وبحاجة ايضا نصف كوب من الماء الدافي. فاذا ناخذ نصف كوب من الماء الدافي ونضيف ليه عصير الحامض، ثم نضيف ملعقة من العسل ونخلط جيدا حتى يذوب العسل. فإذا ها هو الخليط أصبح عندنا جاهز. فبالنسبة لطريقة الاستعمال احنا كنقسموه على ثلاثة، يعني الشربة الأولى اللي كنشربو وكنقوموا بالغرغرة، ومن بعد كنرجعوا هذاك الخليط، يعني ما نشربو فقط نقوم بالغرغرة ونكبو. فنبدأ بأول شربة، بسم الله. ثم الشربة الثانية ونفس الشيء، يعني نقوم بالغرغرة ثم نكبو، بسم الله. واخيرا الشربة الثالثة او هذا الشيء اللي تبقى لي هنايا في الكأس فانا كنشربو، يعني ما نقوم بالغرغرة ونرجعو، لا، هذا كنشربو يعني كنبلعو. الحمد لله. فبالنسبة لهذه الوصفة فاحنا كنعملوها 3 مرات، يعني مرة في اليوم، يعني لمدة 3 أيام، وإن شاء الله تشوفي النتيجة والتهاب اللوزتين يختفي تماما من غير ما تلجأ إلى الطبيب ولا استعمال أي مضادات حيوية. ولكن هذه الوصفة فهي تعطي مفعولها بمجرد ما تحسي أنك عندك التهاب في اللوزتين، يعني في بداية المرض. أما لو خليتي المرض حتى تطور، في هذه الحالة الطب البديل أو هذه الخلطة فهي ما راح تنفعك، ومن الأحسن تتوجهي للطبيب. وانتبهوا، فهذا المرض هو ليس مرض يعني بسيط ويستهان به، بالعكس، يعني لما يتطور هذا المرض، يعني لما يتم إهمال هذا المرض فهو يتطور، وبالتالي فهو يؤدي إلى روماتيزم القلب، وبالتالي فانتم تكونوا مضطرين أنكم تستعملوا حقن لسنوات طويلة، وممكن يعني حتى لطول العمر. فأتمنى أنكم تنتبهوا لأنفسكم، وأشكركم جدا على المتابعة، ونتمنى أي شخص استعمل هذه الوصفة نتمنى له الشفاء العاجل، وأشكركم جدا على المتابعة. باي باي.